فكرة الإيمان هي عقد اجتماعي، وفكرة الإسلام هي عقد اجتماعي. أنت تحدث عقدا بينك وبين المجتمع وبينك وبين الكون أن لا تأتيه بضرر. الإيمان هو عقد اجتماعي، الإسلام هو عقد اجتماعي، ما أذيش حد، هو ده الإسلام. طب أين الله في المعادلة؟ لا، طالما ما انتش بتأذي حد يبقى انت المسلم. بس هنا حسوا ان هم كده ملاحده بزياده، يعني الحاد ظاهر قوي، الحاد فج. اصل اين الله في الموضوع؟ ما كده كله دخل في كله، اي حد مش بيأذي يبقى مسلم. الله، امال ايه لازمه الايمان؟ فهنا بيسالوا بيقول له امال ايه معنى اؤمن بالله؟ طبعا قد يقول قائل أين فكرة الله في الموضوع؟ فكرة الله موجودة. ماذا يعني أنا أؤمن بالله؟ ممتاز. أنا أؤمن بالله، ماذا تعني هذه الجملة؟ نعم، أنا أؤمن بالله أي أن مستند عقد الأمان الذي بيني وبينك هو الله. مستند عقد الإيمان الذي بيني وبينك هو الله. يعني أستغفر الله أستغفر الله، تعالى الله عن زندقتهم، الله هو بس اللي ماضي على العقد، هي دي كل مهمته، هو مستند عقد الأمان. أهم حاجة ما تأذيش حد، أنت كده عرفت غاية وجودك في الحياة. خد بالك كويس، قناة مجتمع وقنوات الزنادقة لم تظهر إلا بعد 7 أكتوبر، خلي بالك كويس. نسحب من الأمة الإسلامية أي مقاومة، اوعى تأذي حد. واليهودي أصلا هو المسلم في القرآن، والمسلم ده المتعصب هو ده اليهودي في القرآن. هل يمكن إطلاق لفظ وصف يهودي على السلفي مثلا؟ بدون شك. اعتمادا على وإذا كانت القرآن طبعا بدون شك، ما احنا عارفين يا عم، بدون شك. إذا مفهوم عقد الإيمان الكبير بين جميع أتباع الرسل بين جميع البشر هو عقد مجتمعي قائما. عقد الإيمان يشمل جميع البشر، جميع البشر، مش بس بين أتباع الرسل، لا، لاحظ الكلام، جميع البشر، يعني مسلم ملحد يهودي بوذي كلنا مؤمنين. طب أين الله؟ ما احنا قلنا تعالى الله عن كفرهم، هو اللي ماضي على العقد، بس كده. فما تزعلش حد، والكلام ده موجه لينا احنا بس، ما تزعلش حد، نحن فقط المطالبون بالانبطاح الكامل. طيب هنا سؤال معلش، يعني لو الدين كله كده، امال ايه لازمه الصلاه والصوم والزكاه؟ 1000 آية في القرآن عن الطقوس، الحج، الصوم، الصلاة، الزكاة، العبادات، هتفسر ده كله ازاي؟ أنا أقولها ببساطة، الطقوس الفردية هي شرعت في باب الاستعانة وليس باب العبادة. الآية القرآنية واضحة جدا، واستعينوا بالصبر والصلاة، ولم يقل واعبدوا الله بالصبر والصلاة، قال واستعينوا. وهو في سورة الفاتحة قال إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة تبع هدفها أنت، هدفها أن تزكي نفسك، أن تجلس، أن تكون بينك وبين نفسك مثلا في أداء الصلاة أو حتى في الحج أو غيره، لتراجع نفسك، تقف مع ذاتك. الله، الطقوس الفردية شرعت في باب الاستعانة وليس العبادة، هو ده الكلام. في القلور يعني تسترخي مع نفسك، الصلاة يوجا تريح بها أعصابك، تقف مع ذاتك، ما هياش عبادة لله. لا لا، ربنا ما قالش واعبدوا الله بالصبر والصلاة يا ولد. الزنديق هذا الذي أبطل الشريعة والملة حب يستدل بآية تانية على كلامه، فأتى بآية والله قصفت جبهته، الظاهر ما لحقش يراجع قبل الحلقة. قال لك في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، ما طلع في عبادة اهو، يبقى الطقوس عبادة واستعانة. يأبى الله إلا أن يفتضح الزنادقة بألسنتهم. هو خضر خلاص شعر انه ارضى الله والله فرح انه صلى وصام وحج وفعل الزكاه. يعني يمكن الزكاه هي الشيء الوحيد اللي فيه اثر متعدي مما يعني يدخل ضمن ما تعرف عليه الناس اليوم بانه الاسلام. هو خضر خلاص شعر ان الله فرح بالصلاه والصوم والزكاه، العباده تخدير، الا الحاجه اللي لها نفع متعدي زي الزكاه، دي فيها نفع مجتمعي. طب الصلاه والصوم لا لا، دي تخدير. هذه لك انت تفعلها ليس لان الله يفرح او يغضب عليها، لا، هي تساعدك انت على تنقيه نفسك، على تهذيب نفسك، حتى يسهل عليك امر السير مع السنن الكونيه، في ظل انه انت ربما لما تعاشر الحياه والناس وكذا تغفل نوعا ما. فهي مجرد تذكير